كذا كذا كذا، اقعد بقى ايه، الله المستعان. فهو بقول لك انا لقيت شيخ الاسلام قاعد في المسجد وجنبه بقى طلبه علم كبار وحاجات كده ايه تمام. اسمع بقى اللي جاي ده. انا والله يا اخوانا انا نسيت اقول للولا عمر يفتح لي الشباك ويفتح لي الباب ويفتح لي كل الشبابيك والابواب بتاعه الغرفه، عشان انا خايفه تنفجر من الفسح والفشر، والله المستعان. ما بقول لك كان في واحد كان فشار قوي، كان يعني بيفسح وبيفشر كتير. فقام كل ما يقعد مع حد فيقوم ايه يحكي قصه، فيقوم موسعها قوي، يفشر فشره واسعه. انا سمعت القصه دي من احد المشايخ يعني. فكان بيقول لك ايه بيفشر فشره واسعه قوي يعني. فصاحبه قال له يا اخي انت يعني انت كل ما نقعد في قعده بتفشر فشره وانا بقعد اصلح وراك ومش عارف ايه، والناس بتقول عليك فساح وفشار. فقام قال له طب بص انا اقول لك على حاجه. قال له لما تلاقيني وسعتها قوي اتنحنح لي يعني، اعمل كده يعني، اتنحنح لي يعني. قال له ماشي. فالمهم ايه قاعدين مع جماعه كده فاهم ايه جماعه شيوخ، فاهم بيقول لهم ايه انتوا عارفين والله العظيم انا مره شفت مسجد طوله 10000 متر. فاهم اللي قاعد معاه قال له فاهم قال لهم في متر. هو بقى ايه حب يضيقها فضيقها قوي. تخيل المسجد طوله 10000 متر في متر، يعني العرض بتاعه متر واحد بس. فقاموا اللي قاعدين قالوا له يا اخي ضيقتها ليه كده يعني، اللي خلاك وسعتها في الطول وسعها في العرض كمان، ضيقتها ليه؟ قال لهم والله هو اللي ضيقها مش انا، اللي اتنحنح لي ده ولا خلاني ضيقتها. انا عن نفسي كنت عايز اخليها 10000 في مليون. فشوف انت بقى، شوف بقى الفسح اللي جاي ده. شوف يا سيدي اقول لك وهؤلاء الطلبه هم العلامه ابن القيم، يا سلام، وابن كثير والذهبي. دول الطلبه بتوع ايه؟ اللي قاعدين مع شيخ الاسلام ابن تيميه، العلامه ابن القيم وابن كثير والذهبي، وبعض طلبه العلم الكبار. في كمان طلبه علم. طب انت عرفت منين ان هم كبار؟ طب ما تقول لنا اسمائهم. طيب طالما انت عرفت ان هم كبار يبقى عرفت هم مين. قول لنا اسمائهم. ما قالش. الفسحه والفشره مش ايه، مش متحمله انه يقول يعني. نكمل. اسمع بقى يقول لك ايه. ولكنني لم اميز الا ابن القيم وابن كثير. انا ما عرفتش ولا ميزت الا ابن القيم وابن كثير. ليه؟ قال لك لاني قرات لهم في بعض الكتب. عشان قرأ لهم في بعض الكتب عرف يميزهم، عرف يعرف ان ده ابن القيم وده ابن كثير. على راي الجماعه الصعيده دي يا ابن عمي. دي ديت يعني ايه يعني جديده يعني. ما قال له بقول لك ايه، قال له هي دي البلد اللي بتقول على الجيم دال؟ قال له لا البلد اللي جنبينا، البلد اللي جنبينا. فالله المستعان بقى. فقال له ايه، بقول انا عرفتش اميز الا ابن القيم وابن كثير عشان انا قرأت لهم. يعني الواحد لما يقرا الواحد كتير يقدر يعرف شكله يعني. تخيل انت بقى يعني، تخيل. شوف الفقاقه بتاعه اتباع ابن شمس الدين والحلاوه والطعامه، ومحمد ابن شمس الدين ياخد هذا الكلام وينشره. طب بالله عليكم هذه عقليه؟ هذه عقليه بتاعت علم ولا عقليه بتاعت دين ولا عقليه بتاعت السلف ولا عقليه بتاعت اي حاجه من دي؟ ها؟ قال لك ايه بقى؟ قال لك انا ما عرفتش اميز الا العلامه ابن القيم وابن كثير. ماشي على ابن كثير علامه، ها، وابن كثير عشان انا قرأت لهم في بعض الكتب. طيب اقول لك وكان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يدرس طلابه الكبار في كتاب. كان قاعد يدرس لهم من كتاب كده، قاعد يقرا لهم من كتاب ويدرس لهم فيه. وانا من باب المسجد الصغير طلبت الاذن فاذن لي شيخ الاسلام. اشمعنى باب المسجد الصغير يعني؟ اشمعنى الباب الصغير يعني؟ مش عارف انا، معنى كده ان المسجد كان ليه باب صغير وباب كبير؟ هو قال لك انا من باب المسجد الصغير طلبت الاذن. طيب اذن لك شيخ الاسلام ابن تيميه لانه تقريبا في المنام كان شايفك رفيع، فعشان كده ايه خلاك تدخل من الباب الصغير. عارف لو كان شايفك تخين شويه كان قال لك لف وتعالى من الباب الكبير. قال لك انا من الباب الصغير استاذنت ان انا ادخل يعني وكده، فاذن لي شيخ الاسلام، اذن له قال له تعالى يا ابني اتفضل ادخل من الباب الصغير ده. واجلسني على يمينه، قعدوا على يمينه كده، قال له تعالى يا ابني تعالى يا حبيبي. وبعدين راح جايبه كده مقعده على يمينه كده. ها، سبحان الله العظيم. اسمع بقى اللي جاي ده. فهمس لي العلامه ابن القيم رحمه الله وقال يا فلان انصت جيدا. شكله كان بيلعب ما كانش مركز مع الدرس، داخل كده مش مركز. فالعلامه ابن القيم شافه كده قال له ولا انت جاي من عند محمد بن شمس الدين ما انتش مركز؟ انت بقول لك ايه، انت في مجلس ابن تيميه، اقعد عدل ركز يا ولا ركز. وانت هناك عند محمد بن شمس الدين وانت قاعد تسمع تقعد تكتب تعليقات وتحط قلوب وتحط اعجبني واغضبني واو ومش عارف الكلام ده هنا ما ينفعش. انت جاي هناك من عند الجماعه لا يا حبيبي ركز يا ولا ركز. ده العلامه ابن القيم اللي بيقول له ايه، يا فلان انصت جيدا، خلي بالك هنا ما فيش تعليقات ولا الكلام ده. ايوه انصت جيدا كده وركز. اسمع بقى. وتكلم شيخ الاسلام بمقدمه وكانني لم اسمع من احد العلماء قد قال بها. اسمع بقى هنا بقى الافوره بقى. يقول لك شيخ الاسلام تكلم بمقدمه، قال مقدمه انا ما سمعتش حد من العلماء قالها قبل كده. لم اسمع ابدا حد من العلماء. طب انت يا ابني مش حفظت الكلام اللي حصل ده كله؟ طب ليه ما حفظتناش المقدمه؟ مش تقول لنا طيب شيخ الاسلام ابن تيميه قال مقدمه عشان نبقى عارفين؟ طيب مش تعرفنا؟ يقول لك لا اصل انا ما حفظتهاش. اشمعنى حفظت الكلام ده كله اللي انت واجع دماغنا ده كله؟
يعني حفظت ده كله، واللي قاله لك ابن تيميه، واللي انت قلته لابن تيميه، واللي قاله لك ابن القيم، واللي مش عارف، وحفظت الكلام اللي وصوك عشان تقول لمحمد بن شمس الدين والى اخره، وجت على المقدمه وما حفظتهاش. يا كذاب، اطلع من دول يا خلبوز. شوف يا اخوانا والله العظيم، يعني أنا مش عارف يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. تنصرون منهجكم بالكذب، تنصرون منهجكم بالكذب يا حداديه يا كذبه. والله ما رايت اخبث منكم في عصرنا هذا ممن يدعون الانتساب الى السلف. ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب المهم ابن القيم قال له لا ركز يا. طيب وبعدين ابن تيميه قال مقدمه بقى، هو ما سمعش حد من العلماء قال زيها ابدا. انت عارف ده فكرني بايه؟ شفت حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما اقول لك فالله بمحامد لم يحمد الله بها نبي، فهو شكله قرا الحديث ده فهم ايه، مظبط حته على قده كده، وقال لك ايه، فابن تيميه قال مقدمه لم اسمع احد من العلماء قال زيها ابدا يعني. وبعدين ملا فشار اقول لك ايه، وفتح بين يديه كتاب وبدا يقرا من هذا الكتاب، بدا يقرا منه ويثني على صاحب الكتاب. الله، بدا يقرا من الكتاب ويثني على صاحب الكتاب ويدعو له بالقبول والثبات. يا سلام، يدعو له. استنى يا اخوانا كده لما احضر المنديل عشان عينيها هتدمع. بدا يقرا من الكتاب، يا سلام، الله اكبر. وهو بيقرا من الكتاب كده يا اخوانا بدا يدعو لصاحب الكتاب بالقبول والثبات. يا سلام، الله اكبر الله اكبر. وبعدين بعد ما بدا يدعو له بالقبول والثبات ايه اللي حصل؟ قال لك ويشرح من ذلك الكتاب الذي بين يديه. يعني يدعي له بالقبول والثبات ويشرح الكتاب بتاعه اللي هو ايه بين يديه. وبعدين وفي جلسة واحدة قد قرأ الكتاب وشرحه للطلبة. يا سلام، شرح الكتاب كله في جلسة واحدة للطلبة، وصاحبنا ده قاعد. تخيل انت بقى شرح الكتاب كله في جلسة واحدة. يا سلام، انت كنت نايم الساعة كام؟ يلا مش مشكلة. بقول لك شرح الكتاب كله للطلبة الذين حضروا ذلك المجلس. اللي ما حضرش بقى اللي غايب ملوش نايب. اللي حضروا بقى شرح لهم الكتاب كله. بقول لك ايه، وعندما انتهى نظرت الى ذلك الكتاب فاذا هو للشيخ محمد بن شمس الدين. الله يا راجل، انت مدوخنا من ساعتها، وفي الاخر يطلع الكتاب للشيخ محمد بن شمس الدين. يعني انت مدوخنا معاك وتحكي لنا قصه طويله عريضه، وبعدين بيشرح من الكتاب ويدعي لصاحبه بالتوفيق والصلاح والثبات ومش عارف ايه، وفي الاخر يقول لك ايه، يقول لك ايه في الاخر؟ واذا هو للشيخ محمد بن شمس الدين. الكتاب ابن تيميه رحمه الله سايب كتب الامام احمد وسايب البخاري وسايب مسلم وسايب كل الكتب دي كلها، ورايح يشرح كتاب لمحمد بن شمس الدين. وبعدين اسمع بقى يا معلم، يقول لك حفظه الله تعالى وبارك فيه. دي كمان كانت في المنام ولا من عندك دي؟ طيب يقول لك ايه، فنظر الي شيخ الاسلام وقال لي، اسمع بقى، اسمع ركز، صلوا على النبي يا اخوانا، صلوا على النبي وركزوا انتم الان في رحاب الرؤى. الله 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 الله. تخيل انت بقى لو يبقى واحد كده ايه، انا عايزك يا صاحب الرؤيه انت تتصل على واحد من الجماعه اللي بيقعدوا على التلفزيون دول، قلت له مولانا انا شفت محمد بن شمس الدين مش عارف ايه، وتحكي له الرؤيه دي، ما قال لك كذاب يبقى بحسابه. بقول لك فنظر الي شيخ الاسلام وقال لي، اسمع بقى ركز، لا خلينا بقى نتكلم بجد. بقول لك ايه، فنظر الي شيخ الاسلام وقال لي يا بني فضل العالم كفضل القمر على سائر الكواكب. واحد يقول لي طب انت بتقلد هو ده صوت شيخ الاسلام ابن تيميه؟ ايوه يا عم، ما انا قريت لشيخ الاسلام ابن تيميه كتير، انا على فكره قريت له كتير قوي، فمن كتر ما قريت له عرفت صوته وبقيت اقلده. يعني جت علي انا، اذا كان صاحبك ده قرا لابن القيم وابن كثير شويه فعرف شكلهم، جت علي انا يعني لما اقرا لي لابن تيميه رحمه الله كتير واعرف قلد صوته. مش عارف انا والله. المهم ابن تيميه قال له ايه بقى، يا بني فضل العالم كفضل القمر على سائر الكواكب. يا سلام، الله اكبر. اسمع بقى اللي جايه دي، وفضل الشيخ محمد بن شمس الدين علينا جميعا في ذلك المجلس، في هذا المجلس. فضل محمد بن شمس الدين علينا جميعا في هذا المجلس. يا سلام، فضل محمد بن شمس الدين على شيخ الاسلام ابن تيميه. طب يا راجل انت يا جدعان، انا محتاج افتح الغرفه ضروري، الشبابيك والبيبان والحاجات اللي انا حاسس ان الاوضه هتنفجر من الفسح فشر يعني. طب نسكت شويه بس عشان الايه الكلام كده ايه اللي الحكايه تتنفس حتى من تحت عقب الباب حتى، لحسن انا حاسس كده ان يعني الله المستعان. يا كذاب يا. فضل محمد بن شمس الدين على ابن تيميه رحمه الله وابن القيم رحمه الله وابن كثير رحمه الله والذهبي كمان كان قاعد في المجلس. يا سلام. الله المستعان. إيه والله يا اخوانا، والله شر البليه ما يضحك. شوف الكذب والفشر والفسح قد ايه. محمد بن شمس الدين ناشر الكلام عنده، اكيد معروض دلوقتي. حبيبنا رضوان هيعرضه لنا، لو ما كانش معروض اعرضه تاني يا حبيبنا رضوان، خليه معروض كده الناس تقرا وتشوف.
نشره عنده على التليجرام ونشره على اكس ومظبط الحكايه ومصدق الكلام ده. شفت الكذاب اللي هو بيصدق نفسه، اللي هو بيفضل يكذب 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 وبعدين في الاخر يصدق الكذب بتاعه. قال له: وفضل ذلك الشيخ محمد بن شمس الدين علينا جميعا في هذا المجلس. الله اكبر. اسمع بقى. فقلت له: عظني عظني، قل لي موعظه. فوعظني واثنى على ارض الشام عامه وخاصه. قال له: موعظه؟ طب قال لك ايه طيب على ارض الشام؟ ولا انت مش حافظ اللي قالوا لك على محمد بن شمس الدين بس؟ يعني قال لك ايه؟ يعني هو اكتفى بس قال لك ايه؟ فوعظني وبعدين اثنى على ارض الشام عامه وخاصه. طب عامه ماشي، خاصه ازاي يعني؟ خص لك ايه؟ ما تقول لنا خص لك ايه؟ خص لك اشخاص ولا اماكن ولا ايه؟ طالما خاصه يبقى في حاجات خصها لك. قال لك حاجات على حاجات خصوصيه في ارض الشام، ما تقولها لنا طيب؟ ها؟ ولا انت مش حافظ غير الكلام اللي قالوا لك عن محمد بن شمس الدين يا بشار؟ ها؟ ما هو قال له ايه؟ قال له: انا شفت جاموسه، شفت ناموسه سحبه جاموسه وداخله من تحت عقب الباب، يبقى انا كذاب؟ قال له: لا لا. شفت انت بقى؟ الله المستعان. فبيقول له ايه بقى؟ فوعظني واثنى على ارض الشام عامه وخاصه. اسمع بقى اللي جاي ده. فنظر العلامه ابن القيم رحمه الله الى شيخ الاسلام وقال له: يا شيخ، هل من رساله الى صاحب الكتاب؟ فيش رساله كده لصاحب الكتاب اللي انت كنت بتشرحه؟ برضه يقول لي: انت بتقلد لي صوت ليه يا ابن القيم؟ يا جدع ما انا قريت له. ما خلاص بقى، ما احنا اتفقنا على قاعده ان انت تقرا شويه للواحد خلاص تعرف تقلد صوته، ها، وتعرف يعني تشوف شكله وتعرف تعمل كل حاجه كده. هو كده يعني، ما تعرفش بقى تناسخ ارواح ولا ايه المهم يعني. فقام قال لك ايه بقى؟ قال له: يا شيخ، هل من رساله لصاحب الكتاب؟ ما لازم صاحب الكتاب. فقال: نعم يا بني، نعم. فقال: نعم، ما فيش يا بني بس عشان من ايه. فقال: نعم. اسمع بقى اللي جاي دي يا اخوانا. لازم الشباك يتفتح والباب يتفتح. لازم الحته اللي جايه دي تقيله قوي. لو انتوا قاعدين بقى، طب فتحوا طيب الحاجات يا حبيبنا رضوان. افتح لنا كده النوافذ والبيبان اللي في البث عشان لا ينفجر ولا حاجه. انا خايف والله على الكمبيوتر وخايف على الحاجات تنفجر. اسمع بقى يا سيدي، بقول لك ايه؟ رساله الى العلامه محمد بن شمس الدين. والله اهو في الرؤيه. رساله الى العلامه مره واحده. ومين؟ ابن تيميه رحمه الله اللي بيقول رساله الى العلامه، وانت يا محمد بن شمس الدين نشرت هذا الكلام ده. انت يا جدع انت في نفسك شيء عظيم قوي. يعني انت شايف نفسك علامه كمان. انتوا عارفين انا حتى لو حد شايف لي رؤيه ورؤيه حقيقيه وحد بيقول لي فيها العلامه ومش العلامه، والله استحي انشرها. علامه ايه؟ علامه العالم العلامه الحبر الفهامه الترعه المليانه. تقولش مضراب علم يا خال. ايه العلم ده ولا العلامه؟ يلا، ابن القيم بيوجه رساله، ابن تيميه بيوجه رساله للعلامه محمد بن شمس الدين. قال له ايه بقى؟ رساله الى العلامه محمد بن شمس الدين: نحتسبه والله حسيبه. نحتسبه يعني نحتسبه، نحسبه بقى، نحسبه والله حسيبه. بقى ابن تيميه قال لك نحتسبه. طيب نحتسبه عند الله. هو من اهل الصلاح ومن اهل العلم ومن اهل اليوتيوب. ما قالكش من اهل اليوتيوب، ولا قال لك من اهل التيك توك، ولا قال لك من اهل بتاع ده القلوب الحمراء والمتابعات والكلام ده كله، ولا قال لك من اهل الكذب. ما قالكش بس غير من اهل الصلاح هو من اهل الصلاح ومن اهل العلم. اسمع بقى. واشار الى كتاب الشيخ وقال: كل ابن شمس الدين لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأله أحد عن مخالفته أحد إلا جاهلا. مش عارف ازاي مشيت ديت بس انا همشيها. شوف الركاكه في الكلام. شوف والله الكلام الخايب. يقول لك ما سأله أحد عن مخالفته أحد إلا جاهلا. ازاي يعني؟ بقى ابن تيمية هيقول لك ما سأله أحد عن مخالفته أحد إلا جاهلا؟ يا جدع انت شكلك مش متعلم اساسا، شكلك ما تعرفش اصلا يعني. ما سأله أحد عن مخالفته أحد، المفروض بقى ايه؟ ما سأله أحد عن مخالفة أحد غير النبي. يعني خلاص طالما عندك النبي عليه الصلاة والسلام انتهت القصة. عندك النبي خلاص. أي حد يسألك عن مخالفة أي واحد تاني مش مشكلتك أنت بقى. المفروض. لكن إيه ما سأله أحد عن مخالفته أحد إلا جاهلا؟ إزاي يعني؟ مشيت معاك بس مشوها يا جماعة، مشوها معنا النهارده. الله المستعان. بقى محمد بن شمس الدين بقى تعرفش بقى صوفي ولا إيه؟ الجماعة الصوفية دول بيحبوا مسائل الرؤى قوي. محمد بن شمس الدين شكله نفس الحكاية بيحب. أنتوا عارفين أنا لما كنت رحت أول سنة في الكلية، كلية أصول الدين جامعة الأزهر قسم الحديث وعلوم، أول سنة أروح فيها. فكنا في الترم الثاني تقريبا، فكان في دكتور صوفي كده طول ما هو قاعد في المحاضره يحكي لنا على رؤى واحلام ومش عارف ايه وكلام من ده. فانا كنت ببقى قاعد مفروس منه. كان معايا واحد صاحبي، فبعدين ايه قلت له: خلي بالك الراجل ده لو اتكلم تاني في رؤى واحلام انا هقوم له بقى. ففي مره قاعدين في المحاضره، والله يا اخوان، وقاعد بقى عمال يقول انا شفت مره مش عارف كذا كنت نايم وشفت. تحس ان هو اصلا قاضي حياته كلها نوم، قاضي حياته كلها نوم، نايم على طول يعني. شفت لما كان نايم وبعدين شاف في المنام
واحد بيدي له 99 جنيه وجوحه يقول له لا انا عايزهم 100، يقول له لا خد 99 ويقول له انا عايزهم 100. فجوحه صحى من المنام ما لقاش في ايده حاجه، لا كان في رؤيه، فقام نايم تاني وقال له يا عم 99 99 بس هاتهم. يا عم هات اي حاجه طيب. فهو صاحبك ده برضه تحس ان هو نايم على طول، عايز اي حاجه، اي رؤيه، اي رؤيه بقى فيها كرامه، فيها مش عارف ايه، فيها كذا فيها كذا، اهم حاجه شوف لنا حاجه نظيفه كده يا معلم. ففي مره قاعد بيحكي في المحاضره، فانا قمت له عرضته يعني، قلت له يا دكتور احنا ما بناخدش ديننا من الرؤى والاحلام والمنامات والكلام هذا كله. المهم ايه، قعدت اناقشه في الكلام، فقام قال ايه بقى، شوف والله الحته اللي جايه دي، الهبده اللي جايه دي، قام قال ايه، على فكره الواد ده اللي بيعارضني ده انا شفته امبارح في المنام وهو بيعارضني. يعني انا شفته في المنام ان انا بتكلم في موضوع الرؤى والاحلام وهو قام يعارضني، شفته من ساعتها قاعد ابص له واقول يا رب هو ده الواد اللي كان في المنام امبارح. اتاريه قام يعارضني زي انا ما شفت الكرامات يا جماعه. والطلبه بقى اللي هم عايزين يضحكوا يسقفوا له ايه. في ناس بتحب الحاجات دي والله. انا قعدت اضحك وقعدت، طب اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ انا لو قلت له اي حاجه يقول لك وشفته امبارح كمان وهو بيقول لي كده، وشفته وهو بيقول لي. فحكايه الصوفيه والكلام ده بيحبوا الرؤى والاحلام، يحبوا الرؤى والاحلام وبياخدوا دينهم من حاجات زي كده. محمد بن شمس الدين فاكر ان هو هيثبت منهجه الباطل بالرؤى والاحلام. تخيل انت بقى، هيثبت ان هو خلاص كده على حق، وان هو لما يبقى ضد الاخوه والعلماء من عصر النووي الى الان فهو على حق بالرؤى والاحلام الباطله والكذب والفشر اللي زي اللي احنا سامعينه ده. المهم قال له ايه بقى يا معلم، ما ساله احد عن مخالفته احد الا جاهل. يا سلام، الله اكبر. وبعدين ورفع بيده اليمنى واشار بسبابته داعيا، يعني رفع ايده اليمنى كده واشار بسبابته داعيا، بيدعي يعني، قال ايه، اللهم بارك لذلك الشيخ، اللهم بارك لذلك الشيخ، اللهم بارك لذلك الشيخ. يا سلام، شفت انت بقى الحلاوه، رفع ايده كده وقعد يقول اللهم بارك لذلك الشيخ، اللهم بارك لذلك الشيخ،